ركز معايا عشان الموضوع مهم جدا ومستفز جدا في نفس الوقت. كلنا سمعنا عن موضوع الانسحاب بتاع نادي الزمالك، ان هم ايه هينسحب ومش موجود. ما عنديش مشكله، انا بس عندي مشكله في حاجه واحده عايز حد يجاوبني عليها. اي بني ادم عاقل اللي طلع بيتكلم باسم نادي الزمالك او بيقول لك انا هنسحب، اللي هو مرتضى منصور، ده يدعى مين؟ اسما مرتضى منصور كشخص يمثل نادي الزمالك، ايه المسمى الوظيفي بتاعه عشان نبقى عارفين بس. هل الراجل دوت مثلا يعني بيدير النادي؟ الراجل ده عضو مجلس اداره، كان رئيسه واتعزل بالقانون، اتعزل الراجل دوت. فانت حضرتك على اي اساس طالع بتفتح بقك وتتكلم وتقول انا مش هنسحب ومش هلعب؟ شوفك بقى، بص سيبك من قصه مش هلعب، بص الضحك. انا هقول لك على حاجه صغيره جدا، سطر واحد بس، بيقول لك ايه في اخر البيان بتاعه؟ لن نشارك في هذه المهزله، وكذلك بعد ان قرر اتحاد الكوره اقامه السوبر بحكام مصريين ثم نخسر بطوله جديده مثلما حدث في نهائي الكاس. يعني انت شايف ان اتحاد الكوره عايز يجيب حكام مصريين عشان يدي بطوله للاهلي، هو بياخدها بحكام اجانب؟ انت يعني انا بص هفهمك ايه السبب، ركز معايا. هو بيداري على فشله، عشان نتكلم بالعقل، بيدير كيان كبير فاشل في ادارته. اشهر بقى اشهر نادي في عهده، بقى اكتر نادي واشهر نادي يخرج حصاله من دوري ابطال افريقيا من دور المجموعات، اشهر واكتر نادي في عهده هو بس، ربنا يبارك له، يعني جاب الزمالك ورا. المهم، فهو عايز يداري على فشله، هيطلع يقول لك ايه؟ اصل الخطيب انجح مني، اصل اداره الاهلي احسن مني، اصل انا راجل فاشل انا وعيالي، خدنا النادي لحسابنا ومش عارفين ندير. يعني بدل ما تطلع تتكلم في الحاجات ديت وتدري على فشلك، اشرح للناس اللي انت امبارح بتقول لهم احمد مرتضى منصور ما حدش بيجيب سيرته في مكسب الطايره او مكسب العاب الصالات، لكن بتجيبوا اسمه في الخساره بس. عارف ليه؟ عشان كسبوا السنه دي 3 بطولات في العاب الصالات. انت متخيل ان هم كسبوا 3 بطولات في العاب الصالات وخسروا 14 بطوله في العاب الصالات؟ 14 بطوله من 17 بطوله، خدوا 3 وخسروا 14، وال 14 دول خدوا من الاهلي العاب صالات. ومتضايق ان الناس بتهاجم ابنه. ما انت من 17 بطوله واخد 3، ابنك بيشرف على الصالات والاهلي واخد 14، ما انت عايز ايه؟ انت كنت عايز ناخد ال 17 يعني عشان الجمهور الزمالك يهاجم ابنك؟ ما هو طبيعي انه يتهاجم. طيب بلاش كده، انت ليه ما طلعتش تشرح لجمهور الزمالك العقد اللي عمله ابنك الثاني بقى امير؟ العقد بتاع امام عاشور اللي انتوا طالعين تنتقدوا فيه الاهلي انه هيشتري امام عاشور، بدل ما تروحوا تشرحوا لجمهور الزمالك ازاي مسؤول داخل القلعه البيضاء يطلع يعمل عقد يحط فيه 10% نسبه من اعاده البيع من نادي ميتلاند الدنماركي للوكلاء والسماسره. ايه دوت؟ انتوا عمالين بتطرمخوا على اللي انتوا بتعملوه جوه نادي الزمالك. انت بتطرمخ لا اكتر ولا اقل، انتوا بتداري على فشلكم وعلى الطرمخه والسبوبه اللي بتاكلوها من جوه. من الاخر عشان اريحك يعني، اصل عشان تبقى فاهم هو انسحب ليه. الشخص الوحيد اللي مستفيد من قرار الانسحاب ده هو مرتضى منصور فعليا، هو وعياله، لان خلاص هو موصل دلوقتي، هو او بمعنى اصح جمهور الزمالك الواعي عارف مين سبب المشاكل الحقيقيه، عارف ده كويس، عارف مين اللي جاب النادي بتاعه ورا. فيعمل ايه؟ يطلع يوصل لك ان احنا بنتهاجم وان المنظومه بتصب في مصلحه النادي بس، وان الاهلي هو اللي بياخد كل حاجه والدوله بتدعمه واحنا ما فيش. فيطلع يقول لك كده عشان يبدا يوصل للناس انا انسحبت، انا بدافع عن كيان النادي، لكن في الحقيقه لا هو بيدافع عن كيان النادي ولا بيدافع عن حد، هو بيدافع عن نفسه وعياله بس. لا وبعدين بقى اجي لك لحتتين بجحين قوي. اسمع، اول حته بيقول لك ايه؟ طب بيعلق على التحكيم المصري. طب لو انت مش عاجبك التحكيم المصري، ما انت كان عندك لاتنبرج وطلعت تفتخر بقناتك قبل كده وتقول قناه الزمالك بتاعتي اعلى مشاهدات. ما هي اعلى مشاهدات من المحتوى بتاعك اللي بيتقدم، السباب واللعان اللي بيتقدم لخلق الله، وهزاز الرؤوس يطلعوا يشتموا ويتريقوا على خلق الله كلهم وعلى رموز كبيره داخل النادي الاهلي. فطبيعي الناس عشان بتحب الفضايح وتحب القرف اللي زي كده تطلع تتفرج عندك وتبقى تاخد محتوى. يعني ما احنا الشعب بتاعنا لو يبقى دكر كده ما يتفرجش على القناه دي خالص تماما، ما كانش الناس دي يا جدعان بامانه ربنا لقيت لها حس في الوسط الاعلامي. يعني المهم، القناه بتاعتك ديت استخدمتها لمهاجمه الراجل اللي اسمه كلاتنبرج هجوم غير طبيعي لدرجه بمنتهى قله الادب خدته في شرف الراجل او سمعه الراجل، وان الراجل متجوز واحد زيه مقعده مش عارف في شقه فين وعامل له فين، لحد ما الكلام وصل لاهله في انجلترا لمراته وعياله. انتوا الكلام ده هتتحاسبوا عليه حساب عسير قدام ربنا يا اخي، والله العظيم انتوا واخدين كل حاجه كده خلطينها الكوره بالدين ومدخلين بلاوي سودا وفاكرين نفسكم ان انتوا كده ايه بتصدروا مشاكل الناحيه الثانيه للاهلي، بتصدروا مشاكل لاتحاد الكوره بخوضكم في اعراض الناس وخلق الله. ما علينا، سيبك من دي. شوف بقى خالد الغندور، بص الصوره دي، ده كومنت كتبه عند محمد فارس، اضحك في السريع بس كده. بيقول محمد فارس ايه؟ هي الوصيف حاجه عيب؟ كان محمد فارس بيتكلم ان انت دايما بتطلع تتكلم عن الاهلي وتتريق وتقول الوصيف مش الوصيف. قال له الوصيف حاجه عيب ولا حرام شرعا؟ هذا الوصيف كلمه في الرياضه معروفه، للاسف امثالك هم اللي بوظوا الحياه الرياضيه. امثال مين يا غندور؟ امثال مين يا راجل؟ يا راجل عيب بقى يا راجل. انت بتخش تقعد في بيتك ازاي يا جدعان؟ او بتقابلوا الناس ازاي؟ ما حدش بيقول لكم عيب. مفيش بقى ادم يا خالد بيقول لك انت بره قناه الزمالك لما ما كنتش هتجدد عقدك بتطلع تخبط وتقول عايز اشتغل في جو هادي، مش عايز حد يقول لي كاني او ماني. وقبل ما تشتغل خالص في قناه الزمالك مش كنت تقول لا انا ما ينفعش رئيس نادي الزمالك يطلع يعمل اللي بيعمله دوت، ما ينفعش رئيس كبير على كرسي نادي الزمالك يطلع يهاجم الناس ويشتم ويعلي صوته؟ ودلوقتي بيشتمك انت شخصيا وبيعلي صوته عليك انت شخصيا.
وبيقول لك يلا يا خالد وبيقفل السكه في وشك مش قادر افهم. محمد فارس اللي بوظ الكوره في مصر، محمد فارس. اي حد عندنا، بص احنا مش ملاك يا ابني، بس محمد فارس واللي زيه واللي زيه واي حد بيطلع يرد على الناس دي، بشوف بقول لك ايه، بنطلع نرد، ما بنطلعش نعمل مشكله مثلا او نفتح المشكله من لا مشكله. انتوا دايما حاطين الاهلي في جمله مفيده. قناه الزمالك اسمها على الورق قدام الناس قناه الزمالك، لكن هي فعليا مش يعني، انا مش هقول لك حاجه على اخبار النادي الزمالك الا لما اجيب لك سيره الخطيب وام الخطيب واخت الخطيب واللي جابوا الخطيب والاهلي واللي بيشجعوه. طب رئيس النادي عندك يا خالد غندور بيطلع يشتم جمهور نادي الزمالك نفسه بامه. فانت خالد بالنسبه لنا لو هتتكلم عن الاخلاق والحاجات دي هتلاقي حجمك قد كده، ومش قصدي استغفر الله العظيم حاجه والكلام اللي بيتقال لك قزم وبتاع، ماليش في الجو ده اعوذ بالله. انا بكلمك عن اسلوب الاخلاق اللي تتعاملوا بيه على قناه الزمالك. عندك بالنسبه لنا احنا فرق سما وارض. طبيعي ان احنا بشر في وقت من الاوقات نطلع نرد بقى عليكم شويه. يا اخي قرفتونا من اللي بنسمعه منكم. احنا عامه من الاخر يا معلم عشان نقفل الفيديو عايزين نعرف الراجل ده صفته ايه، بيتكلم بصفه ايه بالظبط، وفي نفس الوقت الناس اللي اشترت تذاكر زي حالاتي احنا عايزين حل. انا استحاله تقول لي مثلا بيراميدز جاي وبتاع، فلا انا مش هساوي قيمه تذكره ماتش الاهلي والزمالك بنفس قيمه الاهلي والاسيوطي مع احترامي يعني من الاخر. وفي نفس الوقت انا بقول لك هتلاقي بكره مش بعيد يقول لك انا فلان كلمني وعلان كلمني وانا ايه راجل دوله فاحنا رايحين، فاهم ازاي؟ جبتوا بدل واشتريتوا بدل، طب والبدل دي تعملوا فيها ايه؟ ولكنهم رايحين كاس عالم من الانديه، فاهم ازاي؟ قال لك بقى خلاص ما احنا ما رحناش كاس عالم من الانديه نعمله احنا عندنا في البيت. يلا يا معلم ما علينا، انا مش عايز اطول عليك ولحد كده كفايه واشوفك في فيديو جديد. سلام.